السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي للجميع، أهلا ومرحبا بكم في قناتكم بنالت سبورت. رد فعل الإعلام والجماهير السعودية بعد التعادل الإيجابي 2-2 مع المنتخب اليمني للشباب. متابعتنا المستمرة لبطولة غرب آسيا لمنتخبات الشباب أقل من 20 سنة في السعودية، وتحديدا في مدينة الطائف في الفترة من 25 يونيو وتستمر حتى 5 يوليو القادم، بمشاركة 12 منتخب، 11 منتخب من غرب آسيا إضافة إلى ألبانيا ضيف شرف البطولة. طبعا أنا طالع أوضح للجماهير اليمنية المستاءة والغاضبة من تعادل المنتخب اليمني مع المنتخب السعودي 2-2 في مشوار السباق للصدارة نحو التأهل إلى نصف النهائي. منهم بعض الجماهير اللي قالت او كان في عتاب على محمد حسن البعداني من تشكيلته او من اختياراته او من بعض اللاعبين في المباراة، لكن انا عايز انقل لك الصورة الاخرى. المنتخب السعودي باستعداداته، بمدربه البرازيلي، بتوفير كل الامكانيات والمناخ اللازم لاقامة المباريات، بتوفير تجربة استعدادية، مباريات ودية للمنتخب اليمني للمنتخب السعودي في افضل الظروف المتاحة لممارسة كرة القدم. في المقابل منتخب اليمن تجمع بسيط، اختيارات كانت في حدود ضيقة، فترة كانت قليلة جدا للاختبارات او لانتقاء الافضل. مفيش مباريات ودية بشكل قوي او مكثف سوى مع المنتخب السعودي في الطائف، المباراة اللي كانت من 3 اشواط والمباراة الاخيرة بالتعادل السلبي بدون اهداف، ودخل اجواء البطولة بشكل عاجل. كان في تأخير في اعلان تشكيل الجهاز الفني للمنتخب اليمني، ورغم ذلك استطاع انه يفرض التعادل الايجابي 2-2 على المنتخب السعودي. طيب الاعلام السعودي قال ايه عن المواجهة؟ اقول لك، حسن الصبحان الكل عارفه، ملك التوقعات في السعودية، عمل تويتر على تويتر او موقع اكس الحالي، قال تتعادل مع اليمن، ما عندنا مدرب ولا لاعبين موهوبين، الفئات السنية تنبئ او تنذر بكارثة على مستوى الأندية. طبعا هو هنا لا يقلل من اليمن، لكن بيقول لك ان بالمقارنة ان مفيش دوري وان في امكانيات مختلفة للاعبين، وبالتالي النتائج كارثية مع المنتخب السعودي وشايفها جيدة للمنتخب اليمني. قال ونعم في اليمن، لكن مؤشر خطر عندنا، مواهب غير موجودة بحكم ان اليمن ليس لديهم دوري. هو بيوضح الصورة ان ما بيقللش من اليمن، لكن شايف ان المنتخب السعودي مفترض مع توفير هذه الامكانيات والظروف المثالية للمباريات والمدير الفني برازيلي انه يكون هو الاعلى في الكفة من ناحية الفوز. طبعا بعض الجماهير بقى قالت ايه؟ قال لك ما الذي يجري للمنتخبات المملكة بشكل عام في كرة القدم؟ ملاحظ تراجع في النتائج وانخفاض ملحوظ على مستوى اللاعبين. بعض الجماهير قالت مبروك، نقطة أفضل من لا شيء، الحمد لله أننا لم نخسر أمام منتخب متميز في الفئات السنية وهو منتخب اليمني الناشئين الذي هو في مرحلة الشباب حاليا. وقال إن هذه النقطة التعادل كانت مرضية جدا للاتحاد السعودي حتى للاعبين. منتخباتنا على طريق المنحدرة، نقترب من مستوى منتخب الكويت في التراجع الرهيب اللي حصل للكرة الكويتية. كمان قالوا ان بدون امكانيات المنتخب اليمني قدر يتعادل، تعادل بطعم الفوز للمنتخب السعودي وتعادل بطعم الخسارة للمنتخب اليمني. بعض الجماهير قالت الحمد لله ان احنا تعادلنا ولم نخسر، اليمن كان افضل وكان الاقرب لتسجيل الهدف الثالث. رصدت بعض التعليقات بعد نهاية المباراة وعرفت من خلالها ان المنتخب اليمني قدم مباراة قوية جدا، عكس ما بعض الجماهير اليمنية قالت. وانا طلعت وشرحت الكلام ده في فيديو بعد المباراة، وقلت ان المنتخب اليمني كان عنده من الاصرار والعزيمة انه رفض الخسارة حتى بعد التأخر في النتيجة بهدف وبهدفين، قدر يرجع مرة تانية ويجاري المنتخب السعودي ويخلص النتيجة بدون هزيمة. والحقيقة بالنظر لنتائج اليمن والسعودية في فئة الناشئين كانت بتنتهي بالتعادل 1-1 في الماتشين نهائي غرب آسيا، وركلات الترجيح كانت بتحسم الامر للمنتخب اليمني. النهاردة ايضا مباراة بين المنتخبين بتنتهي بالتعادل 2-2. يبقى نقفل قصة اليمن والسعودية والتعادل 2-2 ونروح للمباراة الأخرى، اليمن وعمان، لأنها مباراة عنق زجاجة للمنتخبين. مباراة قوية جدا بين طرفين أبدوا قوة وأبدوا عدم استسلام للهزيمة. ليه بتقول الكلام ده؟ أقول لك إن اليمن رفض الهزيمة ورفض في مرتين إن هو يخسر من المنتخب السعودي وعاد في النتيجة. المنتخب العماني تأخر أمام الكويت في الافتتاحية ورفض ذلك وعاد بالريمونتادا وسجل هدفين. إذا أنت على موعد مع مباراة صعبة
قد تحسم صدارة المجموعة للي هيكسب فيها، لأن المنتخبين أظهروا من القوة والندية ومن الرغبة في الفوز وعدم الاستسلام ومن الروح الكبيرة مهارة كبيرة جدا في الماتشين اللي لعبوهم. إن شاء الله تعالى الخميس 27 من يونيو الساعة 5 مساء بتوقيت السعودية ونفس توقيت اليمن، الساعة 6 مساء بتوقيت سلطنة عمان، مباراة الجولة الثانية للمجموعة الأولى اليمن في مواجهة عمان. القنوات الناقلة كلنا خلاص عرفناها وحفظناها، الكويت سبورت واس سي سبورت والعراقية الرياضية والمهرية اليمنية ينقلون أحداث مباريات البطولة. حظ موفق للجميع، منتظر منك تعقيبك في قسم التعليقات، منتظر منك توقعاتك لنتيجة المباراة في قسم التعليقات. دمتم في أمان الله وحفظ.